السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد. فيديو بقى مش روتين. النهارده بقى انا هقضي يوم في المطبخ. انا في ناس جايه لي كده في السريع يعني، فكنت عايزه اخلص الاكل ده يعني في خلال مثلا ساعه. فتعالوا بقى، قلت فكرت كده يعني ايه اكتر حاجه ممكن اعملها سريعه وتنجز وفي نفس الوقت ما تبقاش حاجه تقليديه. فلقيت نفسي بقول لا، انا هعمل شاورما سوري، اللي هي في السندوتشات السوري وكده يعني. بص بقى انا بعمل الشاورما ازاي. هو انا لو كان عندي وقت او كنت عارفه من قبلها، كانت الشاورما دي المفروض تتبل وتتظبط وكده، بس انا بقى ما كانش عندي وقت، فكنت بعمل كل حاجه بسرعه. اول حاجه جبت بصلايه حلوه كده، قطعتها يعني شرايح رفيعه خالص، اللي هي شرايح الجوليان، تمام؟ عشان دي بتاعت يعني التقطيعات دي بتاعت الشاورما. وجبت فلفل اخضر رومي عادي يعني وقطعته، تمام. دي يعني اللي هي الخضار بتاع الشاورما. انا عارفه ان الشاورما بتاعت بره ما بتبقاش كده، بتبقى على سيخ وكده، بس عايزه اقول لكم الطعم ده بيبقى حلو جدا. وبصوا يعني كملوا معايا هتلاقوها بجد ليها تكات كده، بصراحه بتبقى حلوه قوي. بص، اول حاجه بتحطي زيت وبتدبلي يعني الخضار ده الاول، تمام. بصوا انا جايبه هنا الكيس الطبق البانيه يعني. عايزه اقول لكم بتلجوا لسه، عشان انا ما لحقتش حتى افك او اعمل اي حاجه. فبصوا بقى، هو بتجيبوه كده لما تحاولوا ما تيجي تقطعوا البانيه، ما تقطعوش صغير قوي ولا كبير قوي، يعني وسط. يعني في نفس الوقت ما تبقاش صغيره مش باينه، وفي نفس الوقت برده ما تبقاش كبيره قوي ما تستويش، لا تبقى وسط. ان الواحده كده تبقى باينه في الساندوتش، وانت ان القطمه كده يبقى باين ان فيها شرايح صوابع كده، صوابع يعني لحم فراخ، تمام. انا بقطعه كده بالطول كله، وبعد كده بمسك بقى الكميه دي كلها اقسمها على نصين. يعني بصي الجزء ده بقطعه نصين بس، يعني الواحده بتبقى عامله زي الصباع كده، الصباع ماسك نفسه يعني. بصوا بقى، جبتهم هنا بقى على الطاسه. بعد ما دبلت البصله والفلفل، حطيت عليهم الفراخ يعني متقطعه، تمام. بعد ما بعملهم كده بسيبهم بقى، بفضل اقلب فيهم يعني كده لغايه ما خلاص اتاكد ان هم كلهم يعني اختلطوا بالخضار. هاجي بقى اعمل توميه. التوميه دي بعملها ازاي؟ بجيب 4 معالق نشا احطهم على النار، ومعاهم حبه ميه لحد ما تلاقيهم دابت خالص في الميه، يعني النشا دابت في الميه. بحطهم على النار وبفضل اقلب فيهم كده على طول لحد ما الخليط دوت يتقل شويه كده، ويبقى لونه شفاف، وتبقى عجينه كتله واحده. فاهمين قصدي؟ يعني بصوا، مش يعني انا عايزه اسوي النشا ده عشان لما اجي اعمل الاكل ما يبقاش باين فيه ان هو طعم نشا. يعني بسوي النشا يعني بسوي النشا اللي في التوميه يعني. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا، وبتطلع عارفين التوميه زي بتاعت المحلات بالظبط. هنسيب بقى الخليط دوت بتاع النشا يبرد خالص يعني، ونيجي بقى نكمل بقى الشغل في الشاورما. بصوا الشاورما هنا المفروض كنت اتبلها بخلطه اللي هي الماجي ديت، خلطه الشاورما. يعني الكيس ده حرفيا بينقلك الشاورما في حته تانية خالص. المفروض الكيس دوت بتتبلي بيه وهي نيه، بس انا عشان مستعجله انا بحطها بعد ما بعمل يعني بعد ما سويتها. عايزه اقول لكم طعمها كان حلو، وكان واضح اكتر من هي كمان متبله بيه. طب انا عشان اتاكد ان التوابل دي كلها اتوزعت على الشاورما كلها صح ازاي، لان هي كمان لما بتنزل وهي بودره كده بتحسوا ان هي خلاص يعني لزقت في مكان معين او عجنت في مكان معين. فانا بعمل هحط مثلا معلقتين ميه مغليه كده من الكتل، بق صغير خالص. الميه دي هتعمل هتفك التتبيله ديت، وهتخليها دايبه كده في بعضها، مش معجنه، او يعني عارفين اللي هو اتاكد ان الميه شربت من التتبيله والتتبيله اتوزعت على المكان كله، يعني على الشاورما كلها. بصوا لما عملت بقى كده هتحسوا ان التتبيله كده خلاص فكت، وان التتبيله نزلت في الميه. فبسيبها بقى بسيبها كده على النار بقى لغايه ما تشرب التتبيله دي تاني. بس كده اتاكدت يعني ان هي هتكمل سواها في التتبيله شربها كلها. بصوا بقى يا بنات، دي حاجه مهمه جدا. لما تكوني غاسله الصينيه الطاسه بتاعتك الالومنيا، ما ترجعيش تحطيها على النار مره واحده وتحطي فيها القليه وكده. بصوا انا يعني لازم بعد ما تخلصوا غسيل الطاسه، لو بالذات بتغسلوها بسلك يعني، اعملوا الحوار ده، ان كنتوا تمسكوا منديل مبلول يعني حبه ميه بسيطه، ولمعوا بيها الطاسه، حرفيا بتطلع كميه سواد. يعني انا عايزه اقول لكم يعني يعني ربنا يعافينا ويعافيكم ان حد مثلا يعمل الاكل ويعني السواد ده يطلع في الاكل، فاكيد يعني هيضر جدا، وامراض كتير جدا. يعني عارفه دي اللي هي بيقولوا سموها صماده الطاسه، او اللي هي الالومنيا اللي هي جايه مع الاحتكاك مع السلك. انا سبحان الله اكتشفت الموضوع ده بالصدفه، ان انا غسلت في مره طاسه يعني، وكنت مستعجله عليها، فكنت عايزه احط فيها زيت، فقلت لما المعها عشان الميه تنشف. انا ما كانش غرضي والله ان انا يعني المع بس. اكتشفت بقى ان كميه السواد دي كلها كانت بتطلع في الاكل والشرب اللي احنا بناكله. فبجد لا، خلي بالكم من حاجه زي كده. والمفروض بعد ما تغسلوها مره بسفنجه ناعمه، وبرده لازم تمسكوا منديل مبلول وتلمعوه بالطاسه، عشان لا قدر الله اي حاجه وحشه. وطبعا لو بتعملي في استانلس يبقى احسن بكتير طبعا.
بصوا هنا قليت بطاطس برضو، لان عايزه اعمل برضو سندوتشات بطاطس اللي هي بطاطس السوري اللي هي بالتوميه وبالكاتشب دي برضو. فقلت يعني ايه تبقى برضو حلوه يعني ايه مع الاكل وكده. حمرت البطاطس، وعايزه اقول لك البطاطس دي كانت حلوه. البطاطس دي كنت جايباها تقريبا ب10 جنيه، بس ما شاء الله كانت طالعه تحمير وحلوه ومقرمشه كده ومسكره تمام. بصوا بقى الشاورما التوميه، انا كنت فاكره وانا بصورها طلعت انا ما بصورتش الحته اللي هي بتاعت الخلاط. طب انا عملتها ازاي في السريع؟ جبت المعجون اللي هو النشا اللي انا عملته معاكم في الطاسه دوت، حطيته في الخلاط، حطيت معاه معلقه مايونيز، حطيت معاه حبه لبن، حطيت معاه ليمون وثوم وملح وفلفل، وتنزلي معاهم بقى بعد ما تضربيهم في الخلاط، تنزلي خالص بسرسوب زيت بسيط خالص لحد ما القوام يتقل معاكي. عايزه اقول لك طعمها خطير زي بتاع بره بالظبط. يعني بجد انت مش هتفرقيها عن بتاع بره، حلوه وفي البيت. وعايزه اقول لك اللي حابه يعني انت كميه صغيره جدا بتعمل لك حبه بترمي، فبصراحه حلوه جدا. وتقضي معاكي سندوتشات، وهيتقضي معاكي كمان زياده انك تحطيها مثلا في اطباق صوصات كده قدام الضيوف. بصراحه بتبقى حلوه. بعمل انا السندوتش بقى ازاي؟ السندوتش دوت وانا اول ما عرفت ان الناس جايه يعني، بعت جبت بقى اللي هو كيس الشاورما واللي هو العيش السوري ده. العيش السوري دوت الكيلو منه كان عامل 35 جنيه، فيه 10 ترغيفه تمام. انا العيش ده بيجي فيه حته كده متطبقه فيه لوحده، متطبقه يعني اول حته يعني في حته كده متطبقه، شايفينها يا رب تكونوا شايفينها. بحط عليها معلقه التوميه، وبعدين بحط عليها اللي هو الشاورما تمام. وبعد كده ايه المفروض بقى انتوا هنا لو انت عندك، لو انا كنت عارفه والله يعني كنت عملت حسابي مثلا، كنت عملت خيار مخلل. انا ما عنديش خيار، اللي كان للاسف يعني ما كانش عندي خيار في المتوفر في التلاجة. بس انا بعمله ازاي برضو؟ بجيب خيار وبقطعه شرايح، وبحط عليه 3 معالق ملح ومعلقه واحده سكر وحبه خل وسن الثوم تمام، وبحطه على النار. اول ما بيغلي بقى اغطي عليه الحله واسيبه بيهدى خالص. عايز اقول لكم بيبقى خيار حلو جدا، طعمه متخلل وبيبقى مقرمش، وبيدي برضه طعم حلو قوي للساندوتش. فساعات لما باجي اعمله بقى بالخيار، بحط شرايح الخيار جوه الساندوتش وبلف عليه. يعني بحط التوميه وبحط الشاورما وبحط الخيار المخلل. عندك بقى جبنه موتزاريلا عايزه تحطي تمام، ما عندكيش خلاص تمام. عايزه اقول لكم يعني بيبقى طعمها حلو برضو. يعني ايه بتحس ان الساندوتش كده متكلف زي بتاع بره. عايزه اقول لكم برضو ان يعني الاكله ديت انت لو هتجيبيها من بره هتدفعي فيها شيء وشويات. وسبحان الله بص في البيت عملناها بصراحه. يعني انا عايزه اقول لكم مثلا ان الكيلو بتاع العيش ده كان جاي معايا 10 ترغيف، عملت منهم 5 بطاطس اللي هي السوري و5 شاورما. فأكلة بترمي يعني، والعيال بتحبها جدا، واي حد هيجيلك صدقيني على جفله يعني ايه احسن من المكرونه والبانيه. بحسها ان هي اقيم يعني كده، ومش حاجه اعتياديه. فبصراحه حلوه وموفره يعني. بصوا بقى هنا العيش دوت على فكره كمان انا بجيب منه ساعات وبحطه في الفريزر، وبيطلع بعد كده يعني بطلعه من الفريزر يسيبه يفك براحته خالص من قبلها بكتير. وعايز اقول لكم بيبقى حلو جدا وبيتلف وبيبقى زي الفل. بصوا البطاطس هنا بحط بطاطس عليها كاتشب وبلفها. كان في حد منهم يعني كان طالب بطاطس، يعني بطاطس محمره عليها كاتشب وتوميه تمام. فبرضو ايه عملتها كده عشان بقى ما اتلخبطش. يعني ايه كنت انا خايفه ان هم يعني السندوتش ده بالذات يتلخبط في وسط السندوتشات كلها. فحطيت التوميه دلوقتي، وحطيت عليها البطاطس، وحطيت عليها اللي هو الكاتشب تمام. إيه لو كمان عندك اللي هو الليفت اللي هو بيبقى بتاع السوريين ده بيبقى حلو قوي برضه، بس انا ما كانش عندي. انا عامه حطيت مخلل يعني خارجي بره جنب الاكل يعني، عشان خاطر ما كنتش عارفه اعمل الخيار المخلل بتاعهم وكده. بص بقى هنا بقى لفيته يعني، وحطيته بقى في ايه، لفيته في كيس تاني كده عشان خاطر لما اجي اسوي يبقى معايا، يبقى انا عارفه اني واحد يعني اللي مختلف عن الباقيين. فاهمين قصدي؟ عشان ما يبقاش كلهم يتلخبطوا على بعض، ولما بتلفوا ما تبقيش عارفه بقى طبعا ايه ده من ايه. وطبعا حطيت الشاورما لوحدها، وحطيت البطاطس لوحدها عشان برضو ما اتلخبطش. بصوا بقى التسويه بسوي ازاي. بجيب يعني طاسه، او مش طاسه، لو عندك طاسه اللي هي مقلمه اللي هي جريل تمام. ما عندكيش صينيه اتيفال، بحط فيها حبه زيت وبحطهم كده. عايز اقول لكم هم بيستووا بسرعه جدا ما بياخدوش وقت. واول طره كمان تستوي، الطره التانيه بتبقى مستوي اسرع، لان بيبقى الصاج سخن جدا عليها. فانت بس يعني ايه هو كل حاجه مستويه معانا جوه في السندوتش، انت مش محتاجه تسوي حاجه. احنا بس بناخد بس كده طعم ولون بس كده بسيط من بره. بيبقى حلو يعني، بيخلي العيش يقرمش ويبقى طعمه احلى ايه في الاكل وكده. بصوا يعني عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت ان انت تجيبي حاجه كبيره وتحطي فيها كله جنب بعضيه، ما بتاخدش وقت حرفيا معاكي يعني، حرفيا 5 دقايق هتكوني مسويه كله. فاحسن ما مثلا تحطوا مثلا اتنين اتنين او كده، لا حطي حاجه كبيره وسوي فيها. ولو جريلا هيبقى احسن عشان بيدي تقليمه كده شكلها حلو.
بُصّي أنا أول طارة كده كنت سويت اللي فيها الفراخ وشِلتها على جنب في طبق عشان خاطر أبقى فاصلة إن في طبق للشاورما وطبق للبطاطس، عشان هي ما يتلخبطوش مع بعض يعني وكده. بُصّوا بقى تاني طارة بقى عايزة أقول لكم إن هي بتستوي أسرع بكتير من التانية وبتدّي لون أحلى كمان، لإن الصينية بتبقى أصلًا سخنة يعني من الأول. بس كده دي كانت الأكلة بتاعتي كانت سريعة يعني وكده، ضبّطت بقى الأكل بتاعي بقى حطيت جنب بيبسي وحطيت شيبسي جاهز يعني ومخلل، وبصراحة الأكل كان حلو يعني، فجربوها على ضمانتي هتعجبكم جدًا يعني، وبألف هنا وصحة لكل اللي هيجربها. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان يا رب يعني ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير، واسمه دوّة يعني إيه اللي وصل بقى معايا هنا لحد هنا يعني ما ينساش بقى يحط لي لايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.